قوي قلبك وجهز فرشك، لأن اليوم مش مجرد قصة، هي حادثة واقعية قد تدخلك في هواجيس. أنا وليد وهنا الحكاية ويلا نبدأ. جدي تحاكم في محاكم الجن وكان من الشاهدين في محكمتهم. جدي محمد كانت حياته مليانة صعوبات منذ الصغر، صارت له أحداث غريبة بحياته، وفي أحداث حكاها لأقربائه، وأشياء ما كان يقدر يحكيها لنا بسبب خوفه، فكان يقولها لخالتي بسبب غرابة قصصه، ولأنها الوحيدة اللي كانت تصدقه. وكل قصصه كانت عن احتكاكه بعالم غير مرئي، عالم ما يعرفه، ولكن قصته هذه شهدوا عليها كل أقاربه وأصحابه وأهل قريته اللي كان عايش فيها. وأكثر شخص تأثر بقصته والأحداث اللي صارت معه هي أخته اللي هي جدة أمي رحمة الله عليهم جميعا. يوم من الأيام، وكان تحديدا فصل الخريف مثل ما يقولوا الأولين، وهو الفصل اللي ينبت الزرع وتنتعش فيه المزارع. كان بزمن أول ما كان عندهم حظائر حيوانات، فكان الشخص يضطر انه يحمي مزرعته بنفسه بالليل. كان يحمي مزرعته اللي فيها الابل والاغنام بنفسه بالليل من الحيوانات، وهذا اللي كان يسوي جدي. كان معه مكان ينام فيه في مزرعته قريب من القرية، نسميها ببلادنا نديمة او عشة. وفي هذا المكان اللي ينام فيه كل يوم يلاقي سحلية أنثى ألوانها غريبة وشكلها جميل ومعها ذكر مايل للأزرق. كل يوم كان يلقيها ويبعدها من المكان وينطط فراشه وينام. مرت فترة طويلة وهو على هذه الحالة، وفي مرة من الأيام جابت له جدتي الأكل وأكلت معاه بالمكان اللي ينام فيه. فجأة جدي يشوف ذكر ثاني لونه أخضر، فجدي فرق بينهم وقام يضحك وقال: أشوفك اليوم معك زوج جديد ما شاء الله. قالها جدي بمزاح. تقول فجأة نط الذكر وكان يضرب السحلية الأنثى بذيله ويعضها وهي تشرد، وهو يلحقها ويضربها إلى أن دخلوا بأشجار جنبهم. فجدي كان يضحك ويقول: كل يوم مع السحلية ذكر ثاني، وهذا جديد أول مرة أشوفه. قال: يمكن فهمني، سبحان الله حتى الحيوانات تغار. جدتي ودعته عند الغروب ورجعت القرية، وهو جلس يحمي المزرعة لا منتصف الليل ولا منتصف الليل يجي رجال ما سمع خطواته ولا حس بوجوده. ناداه باسمه: يا محمد، يا محمد، يا محمد الفلاني. قالوا: جدي حياك الله، تعال أسقيك وما معي أكل، بجيب لك اللي عندي. جدي يتكلم معه كأنه يعرفه، حسب أنه واحد يحتاج أكل أو جيعان، وبعدها استوعب أنه ناداه باسمه وأنه أول مرة يشوف هذا الآدمي. قال له: جدي حياك الله، بس من أنت؟ قال له: زوج السحلية اللي تكلمت علينا العصر. قال له: ها؟ تعوذنا الشيطان. قال له: إحنا مسلمين مثلك، وأحتاج منك تشهد معي وتثبت صدق كلامك، وإذا ما هو صدق بنقيم عليك الحد لأنك قذفت زوجتي وأمامي. وأخذ جدي معه بالغصب وراحوا القرية. قرية غريبة عجيبة كلها طين ونخل وعسف، جميلين بشكل ما أحد يتخيله. أخذوا الرجال لساحة من طين كبيرة وفيها ناس قاعدين يبان عليهم شيوخ وباين من لبسهم إنهم عيال نعمة. ووسط الساحة كان في بنت جميلة وجهها وجسمها كله كدمات من الضرب، واضح إنها تعنفت بكل قوتها وتبكي وتناظر له بنظرة رحمة. تكلم الشيخ اللي بصدر المجلس وعيونه طاير شرار من كثر ما هو غاضب. قال: يا محمد، هذا أنا وهذا العيالي. عياله كانوا مسلحين وغاضبين وباين انهم حق مشاكل ويدوروا ثأرهم من جدي. قال له الشيخ: ان كان كذبت والله ما تطلع حي، وانت قاعد تقذف بنتي، وان كان صدقت علي يمين بدم انك ترجع لدارك سالم غانم. هنا بدأت قصة جدي مع قرية الجن. في اليوم الثاني راحت خالته مثل العادة تبي تعطيها الفطور، حطت الأكل ودورته ما لقيته. قالت: يمكن مشغول بشيء، ورجعت البيت بدون ما تدور عليه ولا تشك بأي حاجة. رجعت وقت الغداء، وكان الغداء عندهم في وقت المغرب عشان يختصروا عدد الوجبات. فشافت البعير حقه تعبان ويلهث من العطش، فاستغربت. قالت: أكيد في شيء، مستحيل محمد يسويها ويخلي الأنعام بدون أكل. ورجعت تدور بالقرية ما لقيته. مر اليوم الأول، الأسبوع الأول، وجاء شهر، وبعدها شهور، سنة، وبعدها 10 سنوات. وخالته وأخوانه ما يؤسوا دوروا في كل مكان، ما في أي واحد لقى له أثر، كأن الأرض انشقت وبلعت محمد. بعد سنين في نفس اليوم صار أخوي يحمي الزرع بالليل بمكانه. قام بيصلي صلاة الوتر وقرب للبئر. شاف شخص شعره طويل وهيئته تخوف بشكل مش طبيعي.
قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من 8. في يوم التفت له إلا هو محمد أخوه اللي اختفى قبل أكثر من 10 سنوات. فراح يجري ويحضنه ويشوف له ويحضنه ويبكي. محمد، لا لا لا، محمد ملابسه وأظافره شكله يعني في أبشع منظر، لحيته كثيفة وسوداء زي الفحم. في ذاك الزمان الناس كان لون شعرهم مسبوق من الحنة والشمس، فاستغرب الكل لون شعر الفاحم. رجع للبيت وسط فرح واحتفالات من الكل. فاجأة كانت يوم حلق لحيته ورتب شكله ورجع كأنه ما مر عليه يوم واحد. ما تغير فيه ولا شيء، لا جسمه ولا تجاعيد في وجهه، ما في أي حاجة، كأن الزمن ما لمسه. فيقول الحمد لله إنه رجع، لأن خالته كانت متأثرة باختفائه، صارت ما تكلم أحد وعقلها مش مع البشر. ويوم رجع ولد أختها رجع روحها حينها. محمد ما قدر ينطق أي كلمة. مرت فترة وجلست خالته تصر عليه بموضوع الزواج، وهو كل مرة يسكت ويداري الموضوع ويكتم عليه. مرة الكل كانوا مجتمعين بيوم العيد، أخته قالت له كلمة، قالت له كلمت أم فلانة بنخطبها والليلة لك. خالتي وزوجها بيروحوا ويكلموا أهلها بشكل رسمي. وهنا محمد خرج عن صمته. من بين كلامه المتلعثم والمتقطع عرفوا إنهم خطفوا قبيلة من الجن، وإنه شهد على بنت شيخهم إنها خانت زوجها، وإنه قعد يخدم أهل البنت كل هذه السنين. فحكى لهم التفاصيل وهو يرجف ويبكي وكأن بركان يغلي داخل قلبه، وانفجر فجأة وبكى. فجأة شغل نفسه بعد نوبة من الغضب وطلع من البيت. وفي آخر الليل رجع لأهله وصلى العشاء، وكان هدوءه يخوف ملامحه جامدة. فقال لخالته وأخته عيالي بذمتكم إذا يبغون أي شيء قلت لهم يجوا لعندكم. فانصدموا من كلامه فقالوا من هم؟ محمد أنت أكيد تمزح، من عيالك؟ تزوجت ولا إيش؟ أنت صاحي؟ أنت تزوجت؟ اعترف تزوجت. فراحت جدتي لعنده وتقربت منه تبغى تفهم إيش الموضوع. فقام وطنشها واعطاها ظهره وغمض عيونه. وبعد دقائق جدتي هزيته بس هو ما عاد فتح عيونه مرة ثانية. جدي محمد مات. محمد بعد ما نطق عن هذاك الخبر، بعد ما نطق عن ذاك العالم، عن المكان اللي ما يعرف تفاصيله غيره، عن المكان اللي كان محرم عليه انه يفشي سرهم، تفاصيل القليلة اللي عرفناها عن عالمهم هي بس اللي قالها جدي في وقت غضبه. وفي يوم من الايام بعد سنين من موته واخته جالسة تغسل المواعين، سمعت بنت تناديها يا عمه بصوت خافت، يا عمه يا عمه. تلتفت ولا لقت اي واحد، تعوذت من الشيطان وكملت شغلها طبيعي. نادى الثانية يا عمه يا عمه وبصوت مبحوح ويبكي، والصوت هذا يقول ساعديني أنا وأخواني بنموت من الجوع. وهنا عرفت أخت محمد إن اللي تناديها بنت أخوها اللي وصاهم عليهم قبل ما يموت.